السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة أخرى من وصفاتي. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غبرت عليكم لكن رجعت وما جيتش بيدي خاويين. غادي نشارك معكم اليوم الوصفة ديال الملوزة بنكهة البيستاش، كتجي رائعة بشكل بريستيج كيف كتشاهدوا، ناجحة 100%، كتجي بنينة ولذيذة كتذوب في الفم ومعلكة. ما تنساوش واحد جيم الفيديو والبارطاج. ودابا ندوزو الطريقة والمكونات. غادي نقول لكم الطريقة والمكونات في دقة واحدة بلا ما نطول عليكم الفيديو. والمكونات غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. غادي نحتاجوا 100 غرام ديال سنيده، طحنتهم شويه، يعني ما تخليوش ديك سنيده هكاك محببه. ما ديروش سكر كلاصي، يعني سنيده تكون مطحونه. غادي نديروا معلقه كبيره معمره مزيان ديال الزبده حيوانيه، يعني نوعيه جيده، ما ديروش المارغرين. قبيصه ديال الملحه. غادي نزيدوا واحد الفاني، ممكن ديروا الفانيليا سائله. هنا عندي مبشور حامضه، الحامض كيتواتى مع الملوزه. غادي نخدموا هاد العناصر مزيان مزيان حتى غادي يرجعوا بحال البوماده، ونحاولوا نفركوا مزيان بين صباعنا داك المبشور ديال الحامض باش كيطلق داك الجهد ديالو. بعد ما كنخلطوا مزيان دوك العناصر غادي نضيفوا جوج بيضات متوسطين، ما ديروش البيض كبير، وغادي نخلطوا عاوتاني حتى غادي يندمجوا. هنا غادي نضيفوا جوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشماش. بعد ما كنخلطوا دوك العناصر غادي نضيفوا هنا النكهه ديال البيستاش، يعني الدرجه ديال الخضوره في هاد الملوزه نتوما كتحكموا فيها، ولكن من الاحسن تكون خفيفه، يعني ما ديروش داك الخضر اللي مجهد مجهد. راه واخا شفتوه هنايا شويه يعني باين مجهد، راه مازال نزيدوا عليه اللوز وغادي يعطي اللون بيستاش ماشي خضر. غادي نخلطو، غادي نحتفظوا بداك الشويه اللي بقى. تقريبا هنا عندي واحد جوج المعالق كبار. هنا عندي نص كيلو ديال اللوز اللي فسختو في الماء سخون ومسحته مزيان، شللته طبعا وخليته تنشف مزيان، وطحنته بوحدو بلا سكر بلا والو. غادي نضيفوه هكذايا. وانا كنخدمو غادي نضيفو معاه هنايا 8 غرام ديال الخميره الكيماويه الخاصه بالحلويات. غير غادي نخلطو مزيان هاد العقده، يعني الخميره تندمج مع العقده. غادي نزيدو عليها معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض يعني الفورس، وغادي ندخلوه مزيان مزيان في الخليط. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه في الملوزه ديالنا اولا في الخليط ديال العقده، كتلصق شويه في اليدين. هنا عندي شويه ديال المزهر فين نبقى ندوز يدي، وعندي سكر كلاصي يعني نوعيه جيده. الا كان سكر كلاصي ماشي النوعيه الممتازه ما كتصدقش الملوزه، يعني الشكل ديالها ما كيجيش زوين وكتجي حرشه وداك السكر كله كيطيح. غادي نبداو من الاحسن الا عندكم الميزان ديروا فيها القياس اللي بغيتو. انا هنا درت فيها 28 غرام. شي مرات ملي كنبغي الملوزه كبيره كندير فيها حتى ل 33 غرام باش كتجي كبيره شويه. هذه حيت غادي نزينوها من الفوق بالشوكولا درت فيها غير 28 غرام. صافي غادي نخدموا هكذايا الكويرات ديالنا بهذا الشكل هذا. انا غير التبصيل جاني صغير وعجزت انني نبدلو الحاجه كبيره، لكن كتحركوه بهذه الطريقه هذه كيف كتشاهدوا. السر باش كيثبت سكر كلاصي على الملوزات اولا الغريبات ديالنا هي هذه، يعني كتحركوا كديروا الكويرات وكتخليهم واحد 5 دقائق هكا في السكر، وكتبداو نتوما كتكوروا وانتم كدوزوا في السكر كيف كتشاهدوا، يعني بلا ما نكثر عليكم الهضره. الطريقه راه شارحه نفسها بنفسها. ها نتوما شفتوا السكر كيفاش لاصق، يعني داك الفائض اللي تيكون لاصق ما تخليوهش فوق من الكويرات، حيت غير كيبقى يطيح لكم في اللاطه وكيضيع. صافي غادي نستمروا بهذه الطريقه بحال هكا كيف كتشاهدوا. هذه هي الطريقه باش كيثبت السكر على العقده. نكوروها
ندوزو يدينا بعدا في السكر كلاصي عفوا في المزهر، وغادي نديروهم في السكر كلاصي، نخليهم واحد 5 حتى 6 دقائق ونكوروهم بهاد الطريقه اللي كتشاهدوا في لا فيديو. الفران غادي نشعلوه يعني على درجه حراره مرتفعه، بحال الا بغيتو طيبوا الخبز يعني يسخن مزيان مزيان. وديك الساعه غادي ندخلوا اللاطه ديالنا ونقصوا العافيه ل 180 درجه حتى ل 170. وطبعا راه كتعرفوا الطريقه باش كنطيبوا الغريبات اولا الملوزات. العافيه من الفوق. غادي ناخذ هنا بعد ما ساليت التشكيل ديال الكويرات، غادي ناخذو شي كويس وغادي نضغطو غير ضغطه صغيره، ماشي داك الشكل حيت دابا غنزينوها من الفوق بالشوكولا. ما ديروش ديك القضيه اللي كنديرو بالصبع هكذايا في الملوزات الاخرين، اولا كنغرزو فيها اللوزه ولا غير شويه باش كتهبط باش كتسطح لينا ديك البلاصه. هنا طيبناها وها هي فاش خرجت كتجي مشققه. نخليوها حتى تبرد تماما، عاد غادي ندوزو نزينوها. هنا خديت هاد المول ديال السيليكون على شكل دائري، راه كيتباع عند بائعي مستلزمات الحلويات، وذوبت الشوكولات الابيض وغادي نديرو غير واحد الطبقه رقيقه، ما ديروش ديك الطبقه غليظه بزاف. ها نتوما كيف كتشاهدوا المعلقه صغيره ما كنعمرهاش. بالنسبه للتزيين كل وحده تزين باش ما بغات. بغيتو ديروا الورد البلدي، بغيتو ديروا هذا الورد هذا، راه كلهم كيتكالوا. وهنا عندي الفويتين بالنكهه ديال الفخومبواز، اولا الفخومبواز الا بغيتو يكون ميبس، اولا باش ما بغيتو تزينوا زينوا. كنديروا شويه ديال داك الورد وكنزيدوا عليه شويه ديال داك الفويتين ديال الفخومبواز. وكيف قلت لكم زينوا باش ما بغيتو ممكن تزينوا بداك الحبيبات ديال الحلوه ولا شنو ما بغيتو، يعني ممكن تلعبوا على هاد الشوكولاط هذا تزينوه باش ما بغيتو، باش تعطيه واحد اللوين هكا يخلي ديك الملوزه كتجي زوينه. غنستمروا هكا حتى غادي نكملوا كلشي. وغادي نديروها نحطوا هاد المول هذا نديروه في واحد البلاطو باش نحافظوا على يعني ما يتزعزع لا يعني لا هكا لا هكا. غادي نخشوه في الثلاجه حتى يجمد، راه ما كيتعطلش. وها نتوما شفتوا كيفاش كنديرها رقيقه ماشي غليظه. غادي نحيدوها من المول. ها نتوما هذا الشكل ديالهم كيجيو زوينين في التزيين، وكيف شفتوا رقاق ماشي غلاط. كنديروا واحد القطيره ديال الشوكولات فوق الملوزه، وكنثبتوا فوق منها ديك الشوكولا بحال هكا. يعني الطريقه راه ساهله مهله وكتوجد في ساع، وممكن تحتفظوا بها هكذا غير في الثلاجه. ديروها في شي بواطه اللي يعني كتسد مزيان وديروها في الثلاجه، ما كيوقع لها والو، ممكن تبقى لكم مده طويله. صافي كتستمروا هكا حتى كتساليو الكميه اللي عندكم. وكيف شاهدتوا شفتوا السكر ما كيطيح ما والو، يعني كيثبت على الملوزه ديالنا. وكيف شاهدتوا في التقديم هذه هي الحلوه ديالنا كتجي رائعه، جربوها ما غاديش تندموا. شكرا لكم على حسن المتابعه، ما تنساوش واحد لايك لا فيديو. مع السلامه.